هذه الرسالة اليوم واجب عني نوجهها للرأي العام المحلي بمناسبة الانتخابات التشريعية ليوم 7 أكتوبر. هذا الواجب تملي عدة عوامل، من المرجعية الإسلامية لهذا الحزب وهذا المشروع الذي ننتسب إليه، وكذلك هذا العهد والميثاق الذي بيني وبين مع هذه الساكنة، والذي بموجب عرفتني الساكنة في شوارع الحملات وفي الساحات السياسية وفي الندوات وفي المقاهي والأزقة مبشرا بمشروع معين ومنافحا ومدافعا عنه. واليوم بالمقابل وجب علي أن أبين للناس الرؤية والمستجدات والأحداث الطارئة. إياك تقرر على بينة، صوت على بينة، على ما تختار، هذا واجب. ولكن واجبي أنا الذي كنت أقدم الشهادة نقدم الشهادة الأخرى، لقوله تعالى: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. إذا أنا اليوم أقدم شهادة حول الوضع الحالي فيما يتعلق بمسألتين: مسألة لا تتعلق بحزب العدالة والتنمية الذي كنت منتميا إليه وأعرفه عن قرب، والمسألة الثانية بالاختيار. المسألة التي أبدأ بها هي الانتماء، هي اختيار في العدالة والتنمية. هذا الاختيار العدالة والتنمية، أنا أعرف كثير من الناس ماشي مع العدالة والتنمية، وإحنا كنا نبشروها وندعموها ونطلب الناس عنها تدعم حزب العدالة والتنمية لمبادئه وقيمه لا لأشخاصه. ومنين تمتس هذه المبادئ وهذه القيم وينحرف عنها الخط، وجب بالمقابل أن نراجع اختياراتنا معه. أنا ككاتب إقليمي نقول الساكنة، أحنا درنا ككتابة إقليمية سابقة سنة 2013، درنا قرار مهم يتعلق بمحاربة الريع والفساد. هذا القرار كان يلطف تدير الكتابات الإقليمية السابقة، لأن مبادئ الحزب وقيمه تستهدف، أول ما تستهدف محاربة الريع والفساد في المحيط في أحراف الأعضاء. لقد تبين لنا في الكتابة الإقليمية السابقة أن بعض أعضاء الحزب، بعض قيادات الحزب ومنهم المرشحون اليوم، يقعون فيما يقع فيه غيرهم من قضايا الريع والفساد. يعني هذا يسمى في قوانين الحزب فسادا، ويسمى في القانون العام فسادا. عنده تعريف واحد هو الفساد. وأهم تمظهرات هذا الفساد المادي الذي سأتحدث عنه كنقطة أولى هي البقاء. ورا سنة 2011 لا يتولى الحكم حزب العدالة والتنمية، ولا يقبض مواقف جريئة تتعلق بتوقيف التشغيل إلا عن طريق المباراة، وتوقيف كل ما يتعلق بالريع، ومأسسة كل ما يتعلق بالمصالح العامة لكي يصل إليها الجميع. فإذا بنا نتفاجأ سنة 2013 عن مستشارين حزب العدالة والتنمية يستفيدون كما استفاد غيرهم في إطار خارج عن إطار القانون، إطار خارج عن إطار القانون بدون وجه حق قانوني، فيه منطقة مخصصة بقرار وزاري لإيواء دور الصفيح وغيرها، وهذه إطار اجتماعي لحل مشاكل السكن لفئة معينة محددة بالقانون. والدولة ممثلة في الملك الخاص للدولة أعطت الأرض بدون ثمن، الأطراف الأخرى كلها ساهم بالتجهيز، كلها ساهم بشكل معين، على أن تسلم لأصحابها مساعدة ومعونة بما فيها البلان وبما فيها الرسم التحفيظ العقاري ما لا يدفع عنه شيء، وبما فيها حتى البلان ديال البناء. فإذا بنا نتفاجأ عن مستشاري حزب العدالة والتنمية المفروض فيهم الدفاع عن هذه الفئة المهمشة الضعيفة من أجل أن تنال حقوقها، فإذا بهم يستفيدون بدل أن يستفيد المعنيون.
يقصى المعنيون ويستفيد المستشار وحزب العدالة والتنمية. هذا منكر عظيم. يعني احنا جينا للناس باش بما أخذنا أصواتنا، أصوات الناس. هذا ميثاق غليظ. إذا كان الزوج مع الزوجة سماه الله ميثاق غليظ، فكيف بأصوات الناس وإدارة الشأن العام؟ نتفاجأ أن أعضاء مع المستشاري حزب العدالة والتنمية تمتد أيديهم، وللأسف الورقة المسلمة لهم من طرف السلطة المحلية مكتوب فيها بناء على طلبكم، موجودة عندهم. فإذا أنكروا قولي فليخرجوا رخصة التسليم، رخصة الاستغلال، يخرجوها للناس لتقرأها. مكتوب فيها بناء على طلبكم وعرضكم على اللجنة الاجتماعية. صوروا معايا برلماني، مدير ثانوية، إطار في وزارة الفلاحة، نائبة برلمانية، جايين معروضين على اللجنة الاجتماعية، واقفين قدام اللجنة الاجتماعية ويقول لك ما طلبنا، والسلطة كاتبة لهم بناء على طلبكم وعرضكم على اللجنة الاجتماعية.